يا مساء الفل. حكايتنا النهاردة ريحتها تقلية وكزبرة وطعمها مصري أصيل 100%. هي مش مجرد أكلة، ده تاريخ ماشي على الأرض، وحكايتها مليانة تفاصيل تفتح النفس. الأكلة اللي بتجمع الغني بالفقير، ولازم ناكلها بالعيش البلدي وجنبها البصل الأخضر. وهاتوا كوباية الشاي وتعالوا نعيش ونعرف حكاية ملكة السفرة المصرية من الفراعنة لحد النهاردة. هي الملكة بتاعتنا النهاردة البصارة. ياه، مجمعنا عالطبلية وريحة زمان الفهية، أصل المثل وقصة أكلة وحكمة مصرية عافية، بين حارة وسكة وبيت قديم بنصون تراثنا العظيم. ومع شيرين هنحكي عن بكرة والقديم، حكايات مصرية مننا ولينا ومكملة فينا. عارفين كلمة بصارة جاية منين؟ على فكرة هي ملهاش علاقة خالص بالبصر. الكلمة طلع أصلها فرعوني قديم، وكانوا بينطقوها بشورو. معناها التعريفية، وشورو معناها الفول المطبوخ أو الفول المبلول. ومع مرور الزمن كلمة اتطورت في اللغة القبطية وبقت بيسورو، ومع تطوير اللغة وبقت الكلمة بتاعتنا النهاردة وهي بصارة. البصارة مش بس أكلة شعبية، دي أكلة تاريخية فرعونية. الفراعنة كانوا بيعتبروها وجبة أساسية. ليه؟ عشان غنية بالبروتين وبتقوي العمال اللي كانوا بيبنوا المعابد والبيوت. الجميل إن طريقتها ما اتغيرتش كتير عن زمان، يعني آلاف السنين كانت البصارة عبارة عن فول مدشوش وخضرة اللي هي الشبت والبقدونس والكزبرة. مننساش الثوم. المصري القديم كان بيعتمد على خير الأرض، وعشان كده البصارة هي فعلا بنت الأرض. افتكروا احنا بس اللي بناكل البصارة، رغم انها مصرية المنشأ، بس سافرت الدول تانية واخدت الطابع بتاعها. في المغرب وفلسطين بيعملوها، بس غالبا بتكون من غير خضرة كتير، فلونها بيميل شوية للأصفر أو الأبيض، وبيسموها أحيانا بصارة. عندنا في مصر احنا ملوك الأخضر التقلية، وبنحب ناكلها باردة عشان تعرف تمسك نفسها ونغمسها. البصارة دي بيسموها لحمة الغلابة عشان قيمتها الغذائية تعادل قيمة اللحمة. فيها ألياف وبروتين ومعادن ترفع المناعة، يعني زي اللحمة بالظبط. عشان كده بيقولوا عليها لحمة الفقراء. وبسبب كمية الخضرة والثوم اللي فيها، ده بيساعد على تقوية المناعة. يعني من الآخر صيدلية. البصارة بتعلمنا إن الجمال دايما في البساطة. أكلة بسيطة من خير الأرض ممكن تلم العيلة وتفتح النفس أكتر من أي أكل تاني حتى لو كان غالي. قولي بقى، تحبوا البصارة خفيفة ولا تقيلة؟ وبتحطوا عليها نعناع ناشف ولا بتستكفوا بس التقلية؟ مستنية ردكم وحكاياتكم مع البصارة في التعليقات. وخلصت كوباية الشاي وخلصت معاه حكايتنا النهاردة، بس حكايات مصرية مع شيرين لسه فيها كتير. استنوا الحكاية اللي جاية. حفظ الله.